اللي هنحكيه في قصة النهاردة انت مستحيل تصدق وما ينفعش عقل يصدق، بس المستقبل قريب وهنشوف الكلام ده كلنا بعينينا. بتحب الخيال العلمي والغموض؟ اسمع القصة دي. انا احمد الجرحي ودي حكاية بائع الذكريات. تخيل اننا في المستقبل، مستقبل قريب جدا، وفي المستقبل ده الذكريات ما بقتش حاجة جوه دماغك، الذكريات بقت سلعة. لو جالك يوم واحتجت فلوس هتقدر تبيع أجمل ذكريات، وهتقدر تشتري ذكريات ناس تانية كأنها ذكرياتك انت. محور قصتنا النهاردة واحد اسمه قاي، وشغلانته انه بيبيع ذكريات في السوق السوداء، يشتري ذكريات حلوة من الفقير ويبيع الذكريات دي للناس الأغنياء. وعاش حياته بيبيع ذكريات لكل حاجة وحشة، ذكريات مخدرات، ذكريات قتل، واللي عايز أي ذكرى وحشة هيلاقيها عنده وهيشتريها. لحد ما في يوم وقعت في إيده شريحة ذكريات، حاجة كده كأنها فلاشة، وهي بالنسبة له مجرد فلاشة عليها شوية ذكريات. لكن أول ما وصل الفلاشة دي بدماغه هو شاف جريمة قتل بشعة حصلت في ميدان عام. والرعب بالنسبة له ما كانش في جريمة القتل نفسها، هو الرعب لما بص على شاشة إعلانات واكتشف إن الجريمة دي هتحصل بكرة الساعة 12 الظهر. فهو دلوقتي معاه دليل على جريمة لسه ما حصلتش أصلا. والحكاية بتبتدي في ليلة ممطرة في مدينة نيو بابل. قاي كان واقف في مكان ضلمة جدا كأنه واقف في حارة، وقاعد بيخلص شغله الروتيني العادي. جاله بنت اسمها لينا مدمنة على إنها تعيش حياة غيرها. أول ما شافها لقاها مرعوبة وعمالة بتترعش، رمت له شريحة ذكريات وقالت له بصوت متقطع: خد دي يا قاي، ولازم تشوفها علشان فيها كابوس انا ما قدرتش اعيشه، فارجوك هات اي تمن وخلصني منها. فدفع لها في الوقت ده قرشين ومشاها. رجع المخبأ بتاعه وبدأ يفكر في الفلاشة اللي معاه، لانه كان صاحب قاعدة صارمة جدا: مهما حصل ما تشوفش البضاعة اللي معاه، لأنه كان عايش على قانون ثابت: أنا ببيع وبشتري ما بتفرجش. ولكن المرة دي بالذات الفضول كان هيموته. شكل البنت ورعبها ده خلاه يوصل الشريحة بدماغه هو، وبدأ يغمض عينه ويعيش الذكريات اللي على الشريحة دي. شاف نفسه واقف على مبنى عالي والدنيا بتمطر، ولقى نفسه ماسك بندقية قناصة متطورة جدا، وبص من المنظار بتاع البندقية وشاف عمدة المدينة بيلقي خطاب. وعمدة المدينة دي معروف عنه انه بيحارب تجارة الذكريات بكل قوته. فلقى نفسه بيضغط على الزناد بتاع البندقية والكارثة بدأت. الرصاصة بتصيب الهدف والشارع بيتحول لفوضى. وبص على الشاشة اياها وشاف التاريخ اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقة، وشال الشريحة من دماغه واستغرب جدا وبقى هيموت من الرعب. ازاي حد قدر يسجل ذكرى لسه ما حصلتش اصلا، على اساس يعني ان كل اللي بيحصل ده كان طبيعي وعادي، هو بس مستغرب من دي. المهم عمنا قاي بعد ما خرج من قصة الرعب دي قال انا لازم افهم، وراح يدور على لينا في شقتها، البنت اللي اديته الذاكرة دي. اول ما وصل لقى الباب مكسور والشقة مقلوبة تماما، واول ما دخل جوه بص شاف لينا جثة هامدة على الأرض، وشاف إبرة مخدرة في دراعها، وحس إنها ماتت بجرعة زيادة من المخدرات. ولكن هو هنا كان عارف إن اللي حصل ده تصفية، مش هي اللي بتتعاطى المخدرات، ده حد هو اللي عمل فيها كده. وفهم إن طالما حد عمل فيها كده يبقى الدور عليه، لأن اللي عمل كده بيدور على الشريحة اللي معاها، ومعنى إنه بيدور على الشريحة يبقى الدور على قاي نفسه. اكتشف ان الشرطة بتدور عليه لان هو المتهم بقتل لينا دي، وعرف من ناس بيتعامل معاهم في السوق السوداء ان في منظمة مجهولة بتدور عليه علشان تاخد شريحة الذكريات المستقبلية دي. فقرر يروح لواحد صاحبه بيفهم في الهاكر ويقول له فك لي شفرة الذكريات دي، انا عايز افهم القصة كاملة. وبعد ما الهاكر ده اشتغل على الشريحة دي وشه جاب الوان وقال له: يا قاي، الشريحة دي مش ذكريات حقيقية، دي ذكريات مصنوعة، حد صمم برنامج تدريب لقاتل محترف في الواقع الافتراضي. ولينا دي كانت التجربة اللي زرعوا جواها الشريحة، لأن القاتل اللي هم بيحاولوا يصنعوه ده لازم يجربوه على كائنات بشرية الأول. وهنا قاي فهم اللعبة. بكرة الساعة 12 في قاتل محترف هيبقى واقف على نفس السطح ده وهينفذ الجريمة. وكده بقى قاي هو الوحيد اللي عارف الجريمة هتتم امتى وهتتم ازاي. تاني يوم الساعة كانت قربت على 12، وقاي بدأ يستخدم التفاصيل اللي كانت في الذاكرة دي كخريطة ليه. عارف المبنى، وعارف السطح اللي هيتضرب من عليه، وعارف الزاوية اللي هيتضرب منها، والأهم من ده كله إنه عارف مين اللي هيتضرب أصلا. وراح بالفعل للمكان ده في هدوء، وشاف قدامه شخص واقف زي الآلة
لابس اسود وما بيتحركش، ومعاه نفس البندقية اللي شافها في الذاكرة. وهنا فهم ان اللي واقف قدامه ده مش بني ادم، ده عبارة عن سلاح بشري متبرمج. فكاي قرر انه يوقف الشخص ده عن اللي بيعمله، وبدأت الخناقة بينهم. شاف الراجل كان بيتحرك بدقة مرعبة جدا، كأنه عارف كل حركة كاي هيعملها من قبل ما يعملها، وده لان القاتل المتبرمج ده اتدرب اصلا على المحاكاة دي قبل كده كذا مرة، فطبيعي يبقى عارف كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل. كاي بيقول انا كنت خلاص هخسر قدامه المعركة، ولقيته بيوجه سلاحه ناحيتي. في اللحظة دي أدركت إن الأسلحة التقليدية مش هتنفع مع الشخص ده، أنا لازم أحاربه بنفس سلاحه. كاي طلع جهاز توصيل الذكريات بتاعه في حركة يائسة منه، وغرزه في دماغ الشخص اللي بيحاربه. بس المرة دي ما سحبش ذكريات من الشخص ده غرز جواه ذكريات. وكاي ما اختارش اي ذاكرة، ده اختار اسوأ ذاكرة عدت عليه في حياته، ذكرى مليانة بالندم والخوف والألم والوجع الحقيقي. العقل المتبرمج بتاع القاتل المحترف ده ما قدرش يستوعب كمية الذكريات دي دفعة واحدة، وحصل له حاجة كده كأنها صدمة نظام. وبمجرد ما الوصلة دي دخلت دماغه جسمه اتشنج ووقف مبرق قدامه وما بيعملش اي حاجه. السلاح وقع من ايده، وهنا جه دور كاي هنا كان سبب في ان العمده ينجو. وبمجرد ما سمع سرينه الشرطه تحت استغل الفرصه وهرب قبل ما الشرطه تكتشف اللي حصل. كاي راح وقعد في مخبأ جديد وبيتفرج على الاخبار بعد ما الاخبار قالت ان في محاوله قتل فاشله للعمده، بعد ما اكتشفوا جثه القاتل المحترف ده على السطح. وبعد ما اتقبض على القاتل ده اكتشفوا ان دماغه ما فيهاش ذكريات اصلا، عقله اتمسح بسبب الصدمه اللي كاي اداهاله. ولكن الشرطه كانت بتدور على كاي بسبب قتله للبنت اللي اسمها لينا، والمنظمه المجهوله اللي كانت بتدور وراه لسه بتدور وراه. وقرر كاي انه يعمل حاجه جميله جدا، قرر يخبي الشريحه دي في مكان مفيش مخلوق يعرفه، وقرر انه ينشر رساله مهمه جدا للمجتمع اللي حواليه. مش كل حاجه ينفع تتباع وتشترى، وخصوصا الذكريات، وفي حاجات كتير لازم تفضل في النسيان، خصوصا الحاجات اللي ما حصلتش. في النهايه اللي عايز اقوله لكم، هو احنا ممكن يجي علينا يوم وذكرياتنا تبقى موجوده على شريحه، واللي عاوز يعيش ذكرى معينه هيقدر يعيشها؟ هل ممكن يعدي اليوم علينا اللي نشتري فيه ذكريات غيرنا ونعيشها كأنها ذكرياتنا؟ القصة دي عبارة عن خيال علمي، لكن في تنبؤات كتير بتقول إن القصة دي ممكن تبقى قصة حقيقية وقريب جدا. فأتمنى إني أشوف رأيكم في التعليقات في القصة دي بالذات. أشوفكم على خير القصة الجاية. سلام.